قالك دي الارض كلها صحراء، تعالى نعبي منها رمله ونبيعها لخلق الله. 2 مصريين شغلوا دماغهم في السعوديه وحبوا يستغلوا الصحراء هناك عشان يحققوا ملايين، لكن المفاجاه ان لعبتهم ما كملتش واتقبض عليهم في الاخر. ايه اللي عمله المصريين في السعوديه وايه اللي هيحصل معاهم بالظبط؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. معروفين المصريين بشطارتهم، الكل بيدور على مصلحة أو سبوبة ياكل منها عيش، سواء كان هنا في مصر أو بره مصر، الكل بيسعى لرزقه ولقمة العيش. اللي حصل بقى إن في 2 مصريين من ولاد البلد الجدعان شغلوا دماغهم في السعودية، شافوا الأرض أغلبها صحراء وقالوا طيب ما تيجي نعمل منها سبوبة وننقل الرمل من مكان لمكان، وفي الآخر نبيعها لأي حد عايز يبني بيت أو يشغلها في أي حاجة. بالفعل المصريين دول شافوا مكان ينقلوا منه رملة، المكان ده في منطقة تبوك بالسعودية. الأرض هناك كويسة والرمل حلوة وخير ربنا كتير. جابوا جوز عربيات نقل كبار وفضلوا يعبوا رمل وينقلوه من مكان تاني تبعهم. تقريبا كانوا فاكرين ان العملية دي سهلة وان مفيش قانون يحاسب ولا حد يشغل باله، والحقيقة طلعت غير كده خالص. الرملة دي مش بالسهولة كده انها تتنقل ولا اي حد يمد ايده عليها وياخد منها بالساهل، ده في قانون وفي محاكم تأدب اي حد يغلط ويمد ايده. وحسب موقع القاهرة 24 الاخباري ان القت قوات الامن السعودية والحماية البيئية في المملكة العربية السعودية القبض على 2 مصريين خلفوا نظام البيئة السعودي، استغلوا الرواسب بدون ترخيص، كانوا بيعملوا نقلة رملة يعني من غير ما يكون معاهم أي حد ولا أي إذن ولا يكون معاهم أي حاجة تدل إن هم ماشيين قانوني. عشان كده مسكتهم القوات السعودية الخاصة بالأمن والحماية في منطقة تبوك لأنهم مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب بدون ترخيص. مسكوهم وهم معاهم عربيتين تريلا كانوا بيستخدموهم في نقل الرمل من مكان لمكان. العربيتين دول تبعهم وهم شغالين بينقلوا رملة لأي محتاج. الاتنين المصريين دول اتمسكوا واتقبض عليهم بتهمة نقل الرمال بدون ترخيص وتجريف التربة. ويا عالم اللي هيحصل معاهم الفترة اللي جاية. الفكرة بقى والله أعلم إن تقريبا كده المصريين دول عرفوا ناس تانية بالحركة اللي عملوها، وفي 18 واحد غيرهم من جنسيات مختلفة كلهم عايزين يعملوا زيهم، وكلهم برضو تم القبض عليهم. ووفق الحساب الرسمي للقوات الخاصة بالأمن البيئي بالسعودية على تويتر إن القوات الخاصة طلعت بيان قالت فيه إن تم القبض على كل اللي قام بتجريف التربة ونقل الرمال بدون ترخيص، وتم مصادرة المعدات اللي استخدمتها في العملية دي، وعدد المعدات 14 معدة تم مصادرتهم كلهم. ويا عالم هيرجعوا لاصحابهم ولا لا. والاكتر من كده ان اصحاب المعدات دي واللي منهم 2 مصريين المجموعة كلها هتتغرم اكيد وهتدفع مبلغ محترم قصاد العملة اللي عملوها دي، ويمكن يكون في الموضوع حبس كمان. لسه مش واضح بالظبط ايه اللي هيحصل معاهم. في النهاية انتم ايه رأيكم في المصريين والعملة اللي عملوها دي؟